سلام يا اغلى واحلى مشتركات، نتمنى تكونوا بالف خير وصحه وعافيه ويلقاكم هذا الفيديو متهنيين ان شاء الله. اليوم راح نشارك معاكم سهره لعيد ميلاد الزوج وعشاء متواضع وبسيط وبافكار بسيطه، يعني تقدري تفرحي الزوج وتفرحي الاحباب، يعني وباشياء بسيطه وغير مكلفه. يعني ديري سهره، درت هنا طاولة عشاء وطاولة سهرة، يعني بأبسط الأشياء، وجات راقية وجات رومانسية. أنا هنا حبيت نشارك معاكم هاد لا فيديو، ماشي حبيت نشاركها يعني معاكم حاجة خاصة وحبيت نشاركها معاكم، لا، حبيت هنا الهدف تاعي من هاد لا فيديو غير باه يستفادوا الأخوات اللي حابين يديروا هكا سهرة ولا حابين يديروا عشاء، يخلقوا جو في دارهم. حبيت يديو معايا افكار، انا الهدف تاعي هذا غير على جال يعني افكار وباه تخلقوا جو وتكسروا هذاك لا روتين هذاك تاع بين يعني في الدار، يعني يومي نفس لا روتين يومي، نفس الحاجه نخدموها. يعني يا اخي نورمال كل يوم نحضروا العشاء، كل يوم ناكلوا، كل يوم واش يعني زايد عليها. هنا حطينا الشموع، درنا حاجه خاصه، درنا طورطه، درنا المهم اسمع عشاء يا اخي كل يوم حنا نتعشاو. ملي كنديروا هكا على يعني فيه هك لمسات تحسي له بدلتي جو، بدلتي حاجه، يعني خرجتي عن المعتاد. انا هنا قلت لكم هاد لا فيديو حبيت برك باه يستفادوا الاخوات اللي مقبلات على الزواج واللي مزوجين واللي يعني حابين هكا يخلقوا جو في دارهم، حابين يخلقوا جو. حبيت يعني نقدم لهم فكره باه كل اخت تتفرج في هاد لا فيديو عفوا تدي فكره معايا، يعني بأقل التكاليف، يعني عشاء بسيط. يعني كل يوم اخي نديروا العشاء، كل يوم نديروا حاجه ناكلوها، قلنا نخلقوا جو برك. هذا ما كان، ربي يطول لي في عمره ان شاء الله وربي يحفظه ان شاء الله. قلت لكم اليوم عيد ميلاده، عيد ميلاد الزوج، حبيت نبدل هذاك نبدلوا شويه ديك الروتين اللي ديما فيه. هذا مكان هنا كما تشوفوا. انا هنا الصباح يعني نضت فطرت وفرست حوالي، والحاجه الاولى اللي بديتها انا هنا الكيكه ديجا حضرتها، انا ديجا شاركتها يعني معاكم، سبقت وحطيت لا فيديو تاع الكيكه، طلبتها مني الاخت، يعني حبيت نلبي لها الطلب نحطها هي الاولى الساعه، ومن بعد نحط هذا لا فيديو تاع التحضيرات. انا هنا سبقت ديجا حضرت الكيكه هي من قبل، يوم من قبل بما ما تديكمش الوقت، وهنا راح نبدا نحضر كما تشوفوا الصباح. بديت نحضر هنا في السلطه، درتها غير في ليفيرين، درت السلطه تاع الروز وحطيت يعني نوعت فيها البيطراف، شويه خيار، شويه المهم مايز طون، المهم وحطيتها. قلت لكم حبيت نديرها في ليفيرين. وهنا حبيت انا ندير يعني العشاء تاعي، حبيت نديرو هنا لابيري بشويه هك سكالوب، ولا بيوري هذيك نديرها بعد على شكل قلب. انا التام تاعي اليوم غير القلوبه حبيت نديرها يعني على شكل قلب، نديرها في لابوشادوي، نديرها على شكل قلب ولي سكالوب في الوسط. ومن بعد في اخر لحظه وجدت وبديت ندير في اخر لحظه، تبدل يعني البروغرام، ويعني وجاتنا هديه الزوج نقول لك ليلوشه ربي يحفظك انت والزوج وبنتك، ربي يحفظهم ان شاء الله. يعني اخت الزوج يعني بعثت له هذا الحوت بمناسبه عيد ميلاده نقول لها ربي يحفظك ان شاء الله ويحفظ لك زوجك ويستركم من كل سوء. عم بالك تشوفي في لا فيديو هذا نقدم لك تحيه انت والزوج والبنوته، ربي يحفظهم ان شاء الله. قلت لكم تبدل البروغرام، وليت يعني جات الحوت على غفله، وليت بدلت البروغرام. قلت ندير بطاطا في الكوشه مع الحوت. هنا سبقت وتبلت الحوت تاعي، بديت نظفتها قصيتها كما تشوفوا وتبلتها، حطيت لها انا الثوم، الدرسه تاعها الثوم، المعدنوس، فلفل الكحل، راس الحانوت، الكمون، المهم التوابل، ثوم بودره. وهنا حطيت حنا حنحضر غير زوج، يعني يا ربي ما نقدروا ناكلوا هذو الزوج، يا ربي ما نقدروهم زوج خبيتهم. كما تشوفوا حطيت هنا تاني هذيك البطاطا قصيتها
صغيره ومع شويه بصله طماطم، وحطيتهم تاني في التوابل هذوك وحطيتهم ابار، حطيتهم انا في الثلاجه. كل حاجه يعني اللي نسبق ونحضرها نحطها في الثلاجه. وهنا بديت نحضر راح نحضر هنا ميني بيتزا على شكل قلب وخبيزات على شكل قلب. هنا هاد لا فيديو ان شاء الله رايحه نديرو فيديو منفصل بما يجينيش طويل. بما يجينيش لا فيديو تاعي طويل. يعني درت لكم غير مقتطفات، حضرت قلت لكم ميني بيتزا. هنا لاصوص طوماطه راح نحضرها يعني، من بعد قلت لكم نشاركها معكم بالتفصيل بما يجينيش برك لا فيديو طويل. قلت لكم انا هنا راح اليوم ندير غير القلوبه، زعما في البروغرام قلت لكم راح ندير لابيري تاني على شكل قلب. من بعد فسد لي البروغرام، قلت نورمال ندير بلا برك حوت وبطاطا وهذا ما كان. هنا راح قلت لكم نبدا نطرح في الخبيزه تاعي، راح نوجدهم وقلت لكم الحاجه اللي نحضرها نحطها ابار، الحاجه يعني اللي نحيها في الفايده. يعني باه تقسموا وقتكم برك، لازم عليكم باه تربحوا الوقت تعرفوا برك كيف ديريجيو، يعني كيف تقسموا وقتكم وكيف توزعوا الخدمه. يعني هك بداو بالحاجه اللي ما تفسدش، بداو غسلوا ديروا السلطه هي الاولى، كما هذيك الحوت باه تشبع التوابل تاعها حطيتها بعد هي في التوابل تاعها، والدرسه هذيك باه تشبع البنه تاعها. الخبيزات مع العشيه الساعه درتهم يعني. كي تبقى لي الحوت من بعد في الليل هك ما كي نجيو رايحين قبل ما كي يدن المغرب يعني حطيتها الساعه طيب. وهنا قلت لكم حضرت هنا ديجا ميني بيتزا ودرت الخبيزات تاعي كما تشوفوا، جات خفيفه، جات ما شاء الله. انا قلت لكم اني نشاركها معكم ان شاء الله في فيديو منفصل بالتفصيل. هنا يعني قلت لكم حاجه بسيطه برك، يعني كما الخبيزات موالفين نديرو حنا الخبز، موالفين نديرو العشاء، موالفين يعني درت هنا برك حبيت نديرها على شكل قلب تيجي شغل مميزه. هذا ما كان كما هنا تشوفوا بعد ما حطيت البلاط تاعي طاب وتحمر لي. هنا جيت راح نسربي يعني طيبته حطيته في الكوشه خلصت يعني. كي كان يطيب كنت كل شيء خلصته يعني. بقيت غير نشوف مع روحي برك، هذا ما كان. حبيت كي نخرج من الكوزينه نخرج يعني طول نروح نلبس، نروح ندوش، نروح يعني نماكيي، يعني نبقى نشوف غير مع روحي. وهنا يعني قبل ما نلبس وقبل ما ندير كل شيء بعد قلت لكم ما طابت لي هذيك الحوت راح نوجد هنا الطابله تاعي. قلت لكم كي نروح نشوف مع روحي يبقى الوقت كامل ليا. ماشي غير نديوها غير في الكوزينه. هنا كما تشوفوا شاركت معاكم يعني. هذا قلت لكم اليوم غير قلوبه وش بيكم هذا. هنا شاركت معاكم يعني هذو لي بابي كيف طبقتهم على شكل قلب وحطيتهم يعني في الصحون. يعني جات مميزه كمنظر شباب يعني، روعه. هنا يعني اني شاركتها معكم بالتفصيل باش تديو الفكره. هنا ما جربتش لا فيديو على جال باه تديو يعني فكره. قلت لكم هنا غير على جال باه تديو افكار يعني. هنا قلت لكم وجدت درك كل شيء، راح نحط نوجد الطاوله تاعي، راح ننفخ هنا بالونات. هنا هادو في اللحظه الاخر الساعه درتهم حتى جا الزوج يعني ما قدرتش نفخهم، ما عندهمش هذاك التيب تاعهم بان نفخهم، خليتهم قلت صاي ما نفخهم ما والو. الساعه كي جا هو لقى لهم فكره ومن بعد ولا ينفخ فيهم. وهنا قلت لكم بعد ما وجدت روحي واستيكيت روحي جيت هنا نلصق فيهم، لصقوا فيهم هنا غير في الحيط ونفخت هنا نباول. درتهم هك مع بعضهم يعني، درت هك ديكور سامبل. هنا قاعدين يلصقوا فيهم غير بالبيستولي هذوك في الحيط يعني، ويتنحاو فاسيلمون كي تنحيوهم من الحيط يتنحاو بالخف. وهنا هذه هي طاولة العشاء تاعي بعد ما حطيت فيها الشموع، حطيت فيها دك الورود يعني. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتديو افكار. انا قلت لكم الاهم والاهم من ذلك انه تستفادوا من هذه الافكار. هنا حطيت الديسير اللي كان كاين هنا كما تشوفوا، الخبزات تاعي لي ميني بيتزا، البلا تاعي، السلطه، كل شيء. المهم حطيت واش كاين. وهنا هذا هو الديكور اللي درتو يعني. نتمنى ان شاء الله تديو افكار وتستفادوا
ان شاء الله يا ربي. يعني كي ديروا هكا كما نقولوا خطره في العام، خطرتين. حنا ماناش كل يوم نديروا هكا، وماناش كل يوم نديروا سهره، ماناش يعني باه نكسروا. قلت لكم برك يعني هذاك لا روتين اللي ديما فيه الملل، هذاك اللي تاع الشاي هزي الماء نديري سما شغل هذاك ديما رانا فيه. حبينا نبدلوا الجو، نشعلوا شويه شموع، نديروا حاجه يعني بسيطه وشغل وتخلي لك هذاك النفسيه تاعك تزيد تكتسب طاقه اكثر واكثر. يعني انا قلت لكم الهدف تاعي انه الاول والاخير انه باه تديو افكار. وبالنسبه للاخوات اللي يخدموا العاملات، يعني ما تقولوش يعني واش نحضروا الخبز كاين برا، لا طارت كاينه برا، الجي كل شيء كاين برا. ديري برك الطاوله تاعك وحطي فيها الشموع وديري جاست، هذا مكان. وهنا كما تشوفوا بعد ما تعشينا ودبريت لا طابل تاعي وكل شيء، هنا راح حطيت هنا الطاوله تاع السهره. هنا هذه الكيكه اللي كنت حضرتها معاكم، يعني هي شاركتها معاكم بالتفصيل الممل زاده. نتمنى ان شاء الله برك تكون عجبتكم. وهذا مكان يعني حضرتها، حطيت هنا غير شويه تاع البيستاش، شويه تاع يعني المكسرات، شويه برك واش كاين. يعني قلت لكم تقدروا غير ب10,000 هك تشريو شويه كاوكاو ولا شويه ديسير تحطوهم في الطاوله. قلت لكم يعني ديما نخلقوا الجو هذاك. وهذا مكان هنا قلت لكم الشموع، حطينا هذاك الورد تاعي، حطيت هذا جودوميير. يعني حبيت نخلق جو. وهذا مكان نقول له من هذا المنبر ربي يحفظك وربي يطول في عمرك ان شاء الله، وربي يحفظنا من كل سوء يا ربي، وعقبال 100 سنه ان شاء الله يا ربي يطول العمر ان شاء الله، ربي يكبرنا في طاعته. هذا مكان. نتمنى ان شاء الله حبيباتي تكونوا استفدتوا معي ولو بالقليل. يعني ماشي حاجه كثيره، كي تستفادوا بحاجه قليله برك نفرح. يعني صافي بليزير نكون انا شغل داو مني فكره واستفادوا مني وعطيتهم طاقه ايجابيه وفكره. يعني ولو قلت لكم قليل خلاص نقنع. وهنا حبيباتي نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم، ونقول لكم حبيباتي في امان الله وحفظه ودمتم متألقين. مع السلامه حبيباتي، ان شاء الله في فيديوهات قادمه يا رب، مع وصفات او روتينات اخرى يا رب. مع السلامه.